تعيين بالتزكية في الانتخابات الداخلية لحركة فتح إقليم يطا. موجة انتقادات فتحاوية داخلية وصلت للاستقالة والمقاطعة عن خوض أي انتخابات سياسية عامة تشريعية ورئاسية. قاطعت الانتخابات 7 مناطق تنظيمية من أصل 11 منطقة. أصدرت هذه المناطق بيانا يوضح فيه سبب مقاطعة الانتخابات، وهي إقصاء كوادر تاريخية للحركة وخاصة أسرى ومحررين. مفوض التعبئة والتنظيم ممثل بجمال محيسم سعى لاستبدال كوادر تاريخية من محررين محسوبين على تيار مروان البرغوثي. عملت مفوضية التعبئة والتنظيم على التدخل والتأثير على عمل اللجنة التحضيرية، مما يحقق ترشيح عدد معين وبمواصفات مختلفة عن باقي الأقاليم. انسحاب 3 مرشحين ليتسنى لل13 عضوا النجاح بالتزكية. أقل مشاركة تنظيمية بين الأقاليم في يطا وصلت لنسبة 67%، فيما باقي الأقاليم الأخرى وصلت نسبة المشاركة فيها إلى 95%، لينتج عنها تعيين العقيد في الأمن الوقائي نبيل أبو قبيطة أمينا للسر، مع أن النظام الداخلي للحركة يمنع ترشح منتسبي المؤسسة العسكرية لمنصب أمين السر. يعاني الإقليم من ضعف نشاط المكاتب الحركية والمؤسسات النقابية. أمين سرها السابق كمال المخامرة صاحب فضيحة تغيير إطارات الجيب العسكري للاحتلال. لماذا كل هذا الخوف من يطا؟ ولماذا التضييق على المرشحين وإفرازهم حسب المقاس؟